البئر اللي قدامك دابا مشهور في السودان وكيقولوا ليه بئر الجن. وقعت فيه حادثه اللي كتخلع بزاف. هاد الحادثه هادي هي اللي هزات وارعبت دوله السودان باكملها. وكانت هاد الحادثه هادي عندها علاقه بهاد البنت اللي كتشوف قدامك دابا. اليوم غادي نتكلموا على الشوائل. هاد القصه هادي وقعت في 2010 في السودان مع اسره صغيره مكونه من جوج افراد، الاب وبنته رايا اللي عندها 10 سنوات، والام ديالها اللي توفات في فترة صغيرة. الأب ديال رايا كان كيعاملها بقسوة كبيرة وكان كيضربها لأتفه الأسباب، وكان معروف في القرية بزاف بأنه ساحر ودجال. واحد النهار خرجت رايا كيف ما العادة باش تسرح الأغنام. شوية بدا كيطيح عليها الظلام، بدات كتحسب في الأغنام ديالها كيف ما العادة باش تمشي للدار ديالها، وهي تلقى بلي 4 ديال الأغنام مفقودين. خافت بزاف حيت عارفة باها غادي يغضب عليها وغادي يعاقبها. المهم البنت رجعت للدار ولقات الاب ديالها كيتسناها وسولها بغضب علاش تعطلتي. قالت ليه صراحه بلي 4 ديال الاغنام مفقودين. الاب ديالها بدا كيضربها فيها وكان واحد الضرب اللي عنيف بزاف. قال ليها غادي نصفيها لك دابا، ولكن غادي تختاري الطريقه باش تموتي، اما غادي نضربك بقرطاسه ولا غادي نرميك في البئر ديال القريه المسكون. البنت ديك الساعه ما فهمت والو، وهي تجاوبه خايفه لحني في البئر. وفعلا داه البئر ورماها فيه. العمق ديال البئر 38 متر، وهي طايحه ضربات في واحد الغصن ديال الشجره قلل الاصطدام ديالها بالماء، وبقات كتغوت وهي لتحت حيت البئر كان مظلم بزاف وكان عامر بالتعابين والخفافيش. الاب ديالها مشى بحاله وخلاها واعتبرها قربان للشيطان. صباح الحال الاب خرج كيقلب على بنته بحال الا ما واقع والو باش يبقى في الناس ويتعاونوا معاه. وفعلا الناس تيقوه. دوزات رايا اول يومين في البئر وسط التعابين والخفافيش، ودوزات في النهار الاول والثاني والثالث والرابع وهي باقه لتحت. النهار الخامس رايا غادي تسمع صوت ديال الدراري صغار كيلعبوا الفوق. بدات كتغوت باش الدراري الصغار يسمعوها، ولكن خافوا هربوا ديورهم. قالوا هاد الشيء لوالديهم، قالوا لهم والديهم راه داك البئر مسكون وياكم تقربوا ليه مره اخرى. دام يوم وهي باقه لتحت وعايشه. وبالضبط في داك النهار اللي كملات فيه 40 يوم داز واحد الراجل قدام البئر سميتو عبد اللطيف. سمع الغوات ديالها ومشى يبلغ اهل القريه. قالوا ليه راه داك البئر راه مسكون بالجن والعفاريت. قال لهم انا متاكد بلي راه صوت بنت. مشاو اهل القريه للبئر ونزلوه هو نيت للبئر، وبالفعل لقاوها وهزوها، ولكن كانت ضعيفه بزاف وشعرها كان عامر عقارب. المهم قدر يخرج البنت وداها للمستشفى مباشرة. علموا باها والاب ديالها كيترعد وخايف من داكشي اللي سمع. المهم الشرطة جات عند البنت وبدات كتسولها كيفاش طاح البئر. قالت ليهم كلشي، وفورا لقاو القبض على الاب ديالها. تسمى عليها الشوائل اي المرأة العظيمة. ومن بعد عام واحد البنت غادي تموت. السؤال اللي محيركم دابا كيفاش البنت قدرت تعيش 40 يوم كامله بدون ماكله بدون شراب. غادي نقول لكم القصه. ملي سولوا رايا هذا السؤال هذا جاوبتهم واحد الجواب اللي صادم كلشي خلاه يتصدم من هذا الجواب هذا. قالت لهم رايا بلي كيجي عندها واحد الراجل بالعباية بيضة واللحية ديالو بيضة والوجه ديالو ما قدرش تميزو من شدة النور اللي كاين فيه. قالت رايا بلي انه كيجي عندها كل ليلة وكيعطيها اللبن وكتشربو، وهكا بقات عايشة وما ماتش. وهذه هي كانت اعظم قصة. غادي تسمعها غير خرافات وكذوب، ولكن قصة حقيقية. إلا وصلتي معايا حتى لهاد اللحظة عزيزي المشاهد، خلي معاك لايك وسبسكرايب وتشارك الفيديو مع اصحابك، حيت كنتعذب بزاف هاد النوع ديال القصص هذا. ونتلاقاو في الفيديو الجاي وبيش عليكم.